انا كنظن كون ما قريتش الشينويه كره لحد الان باقي بيطالي كره باقي كاع ما لقيت الخدمه. انا عارف كاين بزاف ديال الناس منكم بغاو يقراو الشينويه ومترددين واش نقراو الشينويه ولا ما نديروش الشينويه، واش الشينويه صعيبه. اي حاجه جديده كنبغيو نتعلموها خصنا واحد التركيز على المدى البعيد. باش يكون عندك هذا التركيز على المدى البعيد خاصك تعرف الهدف ديالك، علاش انت باغي تتعلم هذه اللغه ولا علاش باغي تتعلم هذه الحاجه. بحال مثلا كنتي باغي تتعلم الشينويه، واش بغيتي تتعلم الشينويه حيت انت باغي تخدم بالشينويه، ولا بغيتي تتعلم الشينويه باش تجي للشينوا، ولا بغيتي تتعلم الشينويه باش يكون عندك صحابك شناوا. خاص يكون عندك واحد الهدف معين وواحد الهدف واضح علاش باغي تتعلم هذه الشينويه، باش فما تحس براسك ان عندك لو موتيفيشن ولا ما مركزش ولا ما باغيش تكمل ترجع للهدف ديالك. الا بغيتي توصل للهدف ديالك خاصك تتعلم هذه اللغه ولا تتعلم هذه الحاجه. نرجعوا للسؤال ديالنا، واش اللغه الصينيه لغه كتستاهل اننا نمشيو نقراوها؟ الجواب هو علاش؟ غنعطيك 4 ديال الريزونز ولا 4 ديال الاسباب علاش الشينويه تستاهل منك انك تمشي تقراها. السبب الاول علاش الشينويه لغه تستاهل اننا نمشيو نقراوها هو ان اللغه is the biggest language in the world، يعني اكبر لغه في العالم هي اللغه الصينيه. تقريبا اكثر من مليار شخص كيتكلم باللغه الصينيه، اكثر من مليار. وانت شوف هذا الرقم هذا، يعني تقريبا 14% ديال الناس ديال العالم ديال سكان العالم كيهضروا بالشينويه. كل 7 ديال الناس في العالم واحد منهم كيتكلم باللغه الصينيه، يعني هذا رقم كبير. الا تعلمتي اللغه الصينيه راه واحد الرقم كبير، غتتكلم مع 14% من سكان العالم، يعني واحد الرقم اللي ما تقدرش تتخيله. غادي تقول لي انه لو كنتي كتهضر بالونجلي تقدر تهضر مع الشناوه، يعني علاش غتمشي تتعلم الصينيه نتايا؟ الا مشيتي للشينوا تقدر تهضر معاهم بالونجلي. الجواب هو لا، لان ماشي كل الصينيين هنا في الشينوا كيهضروا بالونجلي، قلال اللي كيهضروا بالونجلي. وكاين واحد المثال واحد اخر كيقول لك الا هضرتي باللغه ديال شي واحد ولا النيتيف لانجويج ديال شي واحد كتكون more close to him ولا to her. بحال مثلا كيقول لك واحد المثال if you talk to someone with a language that he can understand, the language goes to his brain. ولا if you talk to someone with his language, the language goes to his heart. يعني ملي كتهضر باللغه ديال شي واحد، يعني النيتيف لانجويج ديالو باللغه الام ديالو، كيتفاعل معك اكثر وكيتحس بها اكثر. افضل تهضر باللغه النيتيف ديالو ولا اللغه الاصليه ديالو. الا قريتي اللغه الصينيه راه ماشي غير الشينوا اللي كيهضروا باللغه الصينيه، راه كاين بزاف ديال الدول كيهضروا باللغه الصينيه. بحال اللي قلت لك 14% داخلين فيهم عده ديال الدول، منها سنغافور، منها ماليزيا فيها واحد القناه كيهضروا غير بالشينويه. مثلا تايوان، بزاف ديال البلايص كيهضروا تما باللغه الصينيه بالماندارين. نرجعوا للسبب الثاني، الا كنتي كتهضر باللغه الصينيه غيكونوا عندك بزاف ديال الفرص في الحياه، بزاف ديال الفرص وبزاف ديال الاوبورتونيتيز. كنا عارفين بان بزاف الشركات اللي دابا مسيطرين على العالم كلهم شركات صينيه، ساومي، هواوي، بزاف ديال الشركات الكبار كلهم شركات صينيه. يعني الا كنت انت كتهضر بالصينيه راه اكيد غادي يبغيوك تخدم معاهم. يعني الا كنتي كتهضر باللغه الصينيه عندك بزاف ديال الفرص ديال الشغل اللي تقدر تخدم في اي بلاصه في العالم. ماشي ضروري انك تخدم في الشينوا ولا ضروري انك تخدم في البلاد ديالك، تقدر تخدم في اي بلاصه في العالم الا كانت عندك الشينويه وعندك شي لغه اخرى، مثلا لونجلي ولا فرونسي ولا عربيه. يعني اللغه الصينيه كتعطيك واحد الافاق، واحد الفرص اللي ما تقدرش تخيلهم، خصوصا هما ما كيهضروش باللونجلي مزيان. دابا غادي ندوزو للسبب الثالث علاش نقرا الشينويه. بغيت غنقول لكم انه الصين كتعادل 20 مره ضعف المغرب. يعني الصين كدير 20 مره المغرب، يعني دوله كبيره بزاف. والثقافه ديال الصين واحد الثقافه اللي عميقه و اتس ريلي انتريستين، لحقاش الثقافه ديالهم مختلفه على الثقافات الاخرين. مثلا غير الكتابه كتلقى عندهم الكاركترز، ما كتلقاش عندهم حروف. مثلا في الماكله كتلقاهم مختلفه على ثقافات اخرين. يعني الثقافه ديال الشينوا اتس ريلي انتريستين. ولا بغيتي تتعمق في الثقافه ديالهم ولا تفهم الثقافه ديالهم غتحتاج اللغه الصينيه باش تفهمها اكثر. ندوزو للسبب الرابع ولا السبب الاخر علاش غادي نتعلم الشينويه. واحد النقطه هو انه العقل ديالنا راه بحال الجسم ديالنا، حتى هو كيبغي انه يتمرن، حتى هو كيبغينا نديروا له الرياضه اللي منهم اللغات. هادو 4 ديال الاسباب علاش خاصك تعلم اللغه الصينيه. نتمنى 4 ديال النقاط يكونوا ساعدوا فيكم شي وحدين وعطاهم الموتيفاسيون باش يتعلموا اللغه الصينيه. والناس اللي عندهم شي سؤال يقدروا يسولوني في الكومونتير وانا غادي نجاوب واحد فيكم. و ثانك يو فور واتشين. نتمنى هذا الفيديو يكون عاون فيكم شي واحد. باي باي.